عنا جناحات رح نقليها ورح نجهز الصوص. ووصفة كتير كتير طيبة، تابعوا المقطع للآخر. أول شي عنا النشا رح نضيف عليه معلقة ملح صغيرة، وهلا بنحركه شوي معه. هيك تمام. وهلا بنفضي الزيت وبنعيفه ليحمى. بنفضي شي منيح مشان يغرق القطعة بس نحطها. بالنسبة للجناحات ما راح نتبلها بأي شي، على حالة، بس بدنا نبلها بالنشا هالطريقة هاي. هيك بنكبسها شوي. هلا بعد ما حمي الزيت عندي بنبلش بننزلهم، بس هيك بننفضهم نفضة صغيرة وبننزل. هلا راح نقليهم على مرحلتين، راح اقليهم نص قلية واشيلهم ونرجع مرة تانية بنقليهم مشان يحافظوا على القوام وعلى القرمشة، ما يبيتوا على السريع اول ما يبردوا. لان اذا قليناهم على مرحلتين بضلوا بحافظوا على القرمشة، ومن جوا بضلوا طراية وبتستوي بطريقة افضل بكتير من جوا. هلا هيك صاروا عندي تمام، نقلوا نص قلية، راح شيلهم وطب الوجبة الثانية. ننزل الوجبة الثانية. بنعيف هاي الوجبة على طرف لتبرد، تكون هديك استوت أول وجبة اللي راح ننزلها. هاي أول وجبة راح ننزلها اللي قليناها أول شي. هلا بنعيفها لتستوي كتير منيح. هلا هيك عندي استووا وصاروا جاهزات، بنطالعهم. شوفوا كيف تأمروا صاروا ما أحلاهم، بس بنصفيهم منيح من الزيت ونطلعهم. وطبعا شد ما صار بالأرضية فتفتة وشي لا تخافوا منها، لأني ما بتعلق أبدا بالجناح. والله يا إخواني جدور الصوص. أول شي عندي ليمون، نص عصارة ليمون، عندي شطة تقريبا معلقة، صويا صوص معلقة، كاتشب عندي 3 معالق كبار، وسكر ما يقرب المعلقة ونص. راح انزل الليمون والعصارة والشطة، صويا صوص. طبعا مرة نحط ملح، صويا صوص مالحة هي. نخلطهم مع بعض. وعندي ربع كوب من زيت الزيتون. بنعيفه على الغاز شوي ليحمى، بنعقدها مع بعضها ما يقارب من دقيقتين لثلاث دقايق ما اكتر. والله هيك عقدتها مع بعضها على نار كتير هادية. والله بنجيب الجناح بنزله عليها.
وهلا بنحركهم مع بعض بهالشكل. شوفوا هالجمال كيف طلعت. شوفوا من برا كيف مقرمشة ومن جوا قد ايه طرية. هالطراوة. وهيك يا جماعة الخير بكون وصلنا لنهاية الفيديو مع أطيب وصفة لقلي الجناح. كتير طيبة. جربوها واعطونا رأيكم بالتعليقات. إن شاء الله بنلتقي بفيديو جديد، والسلام عليكم.